السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهارده هنجاوب على سؤال مهم وهو بيقول إزاي أقدر أشتري أو أستثمر في العقارات وأنا معيش رأس مال كبير أو معيش فلوس كتير. أنا هجاوب على السؤال مباشرة، بس قبل ما أجاوب عايز نتكلم مع بعض أو نتفق مع بعض على شوية نقط. النقطة الأولى إن أنت مش لازم تبقى غني علشان تستثمر في العقارات، وإنما العكس، أنت محتاج إن أنت تستثمر في العقارات علشان تبقى غني، ودي نقطة مهمة لازم الناس كده تبقى فاهمها عشان الناس فاهمة الموضوع بالعكس. النقطة التانية لازم تفهم كويس جدا إن الشجرة بتطلع من بذرة صغيرة، فزي ما الشجرة بتطلع من بذرة صغيرة فبرضه نفس الكلام إن ممكن ثروتك الكبيرة جدا في مجال العقارات تيجي من استثمار صغير جدا. النقطة الثالثة إن أنت ما تنساش إن البذرة اللي إحنا بنتكلم عنها دي، اللي هي زي ما بنتكلم عن الاستثمار، فالبذرة دي بتحتاج، يعني بتحتاج رعاية، بتحتاج وقت، بتحتاج صبر، بتحتاج مجهود. مش بتزرع البذرة النهاردة وتحصد أو تجمع المحصول بتاعها بكرة، فلازم تعرف إن الموضوع بياخد برضه وقت. النقطة اللي بعدها إن الاستثمار يعني إيه أصلًا؟ الاستثمار يعني إن أنت تحط فلوس علشان الفلوس دي تكبر تنميها يعني وتزيد، وبعد كده تبدأ إن أنت تحصّل فلوس. يعني المفروض إن أنت الأول تحط فلوس زي ما أنت كده احتجت إنك تحط البذرة علشان البذرة ترجّع لك الثمرة. النقطة اللي بعدها إن الاستثمار ده حاجة شخصية جدًا، يعني يعني حاجة شبه الأكل، حاجة شبه اللبس، تختلف جدًا من شخص للتاني، يعني ممكن حاجة تناسبك ما تناسبش حد تاني وهكذا. فلو أنا قُلت حاجة النهارده ممكن تكون شايف إن هي بالنسبة لك مش مناسبة، لأ ممكن تكون مناسبة لحد تاني، بتختلف حسب طبيعة كل شخص، وحسب المكان وحسب الظروف. النقطة اللي بعدها قبل ما تقول على حاجة اللي إحنا هنقول عليهم كمان شوية، قبل ما تقول على حاجة إن الحاجة دي مش مناسبة، لأ الأول اسأل ودوّر واتأكد، عشان اللي أنا هاقوله ده كله حاجات واقعية موجودة في مصر، موجودة في القاهرة، يعني مش باتكلم على حاجة مش موجودة أو خيال علمي، أنا باتكلم على حاجات موجودة. النقطة اللي بعدها إن أنت تقدر تعمل دمج بين فكرة أو أكتر من الأفكار اللي هنقولها مع بعض دلوقتي، يعني ممكن الفكرة مش لازم تاخدها زي ما هي بالضبط، لأ ممكن تعمل دمج بينها أو بين فكرة تانية أو تعمل ميكس بين فكرتين. النقطة اللي بعدها إن أنا هاقول لك عليها إن لو أي حاجة من اللي أنا هاقول لك عليها ما تنساش قاعدة مهمة جدًا، إن الموقع والحسن الاختيار دي حاجة مهمة جدًا، عشان قبل ما تدخل في أي خطوة منهم لازم تكون عامل دراسة كويسة، لازم تعرف تحسن الاختيار. النقطة اللي بعدها إن أنت مش مهم البداية المثالية، يعني المهم إن أنت تبتدي. في قاعدة بتقول لك إن البداية الخاطئة هي قرار صحيح، فالمهم إن أنت تبتدي، لأن في ناس كتيرة جدًا بيتفرجوا على فيديوهات ويتكلموا مع ناس في الآخر ما بينفذوش. لأ أنا عايزك إن أنت تبتدي، والحاجة اللي مش هتبتدي فيها النهارده أكيد مش هتخلص بكرة، وبالتالي فأنت لازم تبتدي، مش مجرد إن أنت تتفرج على الفيديو وخلاص. طيب خلينا بقى ندخل مع بعض في الموضوع على طول، نجاوب السؤال اللي هو إزاي أشتري أو أستثمر في العقارات وأنا مش معايا فلوس كتير. الحقيقة أنا هاقول لك على 12 نقطة. النقطة الأولى إن أنت تقدر تشتري عقار صغير بالتقسيط. عقار صغير ده يعني إن شاء الله تشتري بارتيشن ده زي كشك مثلًا، البارتيشن ده فيه بارتيشنز مساحات من أول 7 متر ومن أول 4 متر ومساحات صغيرة جدًا، فأنت مش لازم إن أنت تاخد مساحات كبيرة. أنت تعرف إن أنت ممكن تاخد مكتب مثلًا إداري، المكتب الإداري ده مساحته مثلًا 20 متر، ده مساحة صغيرة يعني أوضة. المساحة الصغيرة دي ممكن تعملها بعد كده حاجة، ممكن تستفيد منها، ممكن تأجرها. في عقارات موجودة في القاهرة بأقساط تبدأ من أول 10,000 جنيه في الشهر وممكن أقل كمان، فاللي هو موضوع الفلوس ممكن بفلوس مش كتيرة أوي تقدر إن أنت تعمل أو تستثمر في مجال العقارات. النقطة التانية إن أنت تقدر تدخل في حاجة اسمها المشاركة في العقارات. يعني إيه مشاركة؟ يعني ممكن تشارك حد، صديقك، جارك، قريبك، زميلك، أخوك أو أختك، يعني whatever. ممكن تعمل مشاركة بحيث إن إحنا نقدر ندخل في موضوع المشاركة ده، نقدر إن إحنا نقسم المقدم على بعض ونقدر نقسم كمان الاقساط على بعض. أنا أعرف يعني معرفة شخصية 6 مع بعض مشتركين في مكتب واحد بس. الست ده طبعا هو يعني ممكن حد يقول لي بس الست ده عدد كبير. اه طبعا هو كل ما العدد الكبير، كل ما العدد ما يكون كبير كل ما يكون مش كويس، بس انا بتكلم في نقطه المبدا ان تقدر تعمل مشاركه. اعرف 3 داخلين مع بعض في مكتب، والكلام ده يعني في دايره معارفي، فموضوع المشاركه ده حاجه كويسه تقدر ان انت تفكر فيها. يعني لو انت النهارده مثلا هتكلم عن الحاله بتاعت صديقي اللي بحكي لك عليه اللي هو 6 داخلين مع بعض في مكتب ده، النهارده مأجرين المكتب ب 60,000، يجيب لهم في الشهر 10,000 جنيه. المبلغ ده كويس بالنسبه للاستثمار اللي هم كانوا حاطينه في البدايه، فموضوع المشاركه دي حاجه كويسه. النقطه الثالثه هي حاجه اسمها الملكيه الجزئيه. الملكيه الجزئيه دي يعني ايه؟ يعني في شركات هي بتوفر لك موضوع ان تجيب لك شركاء يشتغلوا او يشتروا معاك نفس العقار ده، زي مثلا شركه عندها محل تجاري، المحل مساحته مثلا 50 متر. ال 50 متر ده الشركه بتبيعه، بس بتبيعه 5 و5 و5 و5، بيسموها اسهم. فانت تقدر تشتري سهم او اثنين او ثلاثه او اربعه على حسب ما انت وميزانيتك تسمح لك. ومش بس كده، ده في شركات كمان بتسمح لك بان انت الشركه نفسها المطوره ان هي تشاركك. يعني انت مثلا هتشتري محل تجاري، انت تشتري النص والشركه المطوره تبقى معاها هي النص الثاني، وده برضو بيبقى فيه نقطه الضمان للتشغيل، بتبقى نقطه كويسه. النقطه الرابعه ان انت ممكن تشتري عقار قديم، يعني شقه قديمه، بيت قديم، وتجدده، وتقدر ان انت بعد ما تجدده بعد كده تاجره او تعيد بيعه. فكره العقارات القديمه دي فكره منتشره يعني في بلاد كتيره زي امريكا مثلا، منتشره فكره انك تشتري عقار قديم. بس احنا لو هنتكلم على مصر يعني، ففي بيوت او شقق بتبقى قديمه او حاجه بتاعت ورثه مثلا،
فتقدر ان انت تشتري حاجه من الحاجات اللي زي كده، وبيكون في تساهل غالبا يعني كبير في الموضوع ان هو يبيعها بسعر وخلاص، يعني ان هو كده كده مش محتاجها او مش مستفيد بيها او الورثه مسافرين او الكلام ده كله. فتقدر ان انت تشتري حاجه زي كده وتعيد تأجيرها أو تشطبها أو تعيد تجديدها يعني، وتشطبها أو تأجرها أو تبيعها. ممكن برضو النقطة الخامسة إن أنت تشتري من حد أو تشارك، سواء تشتري أو تشارك حد يكون متعثر. حد متعثر يعني حد مثلا دخل اشترى شقة دفع مقدم وشوية أقساط وبعد كده تعثر لأي سبب. فممكن أنت تشوف حد متعثر زي كده وتدخل، سواء هتشاركه أو إن أنت هتشتري منه، والمتعثر ده بيكون عنده تساهل كبير جدا، فبالتالي تقدر تشتري حاجة بأسعار أقل بكتير من قيمتها اللي موجودة في السوق. النقطة السادسة إن أنت تقدر تأجر وتفرش وبعدها تعيد التأجير، سواء سكني أو إداري او كمان طبي. يعني ايه الموضوع ده؟ وده انا عملته شخصيا بنفسي قبل كده. يعني احنا خدنا مثلا، تقدر تشتري مثلا او تأجر شقه مثلا. الشقه دي تقدر انك بعد كده تفرشها او تعيد تشطيبها وتفرشها وتأجرها بعد كده، مثلا ممكن بالغرفه. يعني بيتعمل حاجات زي كده بتعمل عند الجامعات. يعني ممكن عند جامعه من الجامعات واحد بيأجر شقه مثلا من المالك بتاعها، لو مش يقدر يشتريها يعني يأجر الشقه من المالك بتاعها، وايه التشطيب بتاعها تشطيب بسيط، ويفرشها وبعد كده يأجرها مثلا للطلبه المغتربين. او ممكن حد مثلا يجيب عياده في منطقه سكنيه حيويه، شقه مثلا ويعملها عياده ويفرشها فرش بسيط للدكاتره ويأجرها للدكاتره، حاجه زي كده. ممكن واحد يأجر شقه مثلا قريبه من كليه من الكليات او جامعه من الجامعات ويعملها زي مركز تدريب صغير، ويعيد تأجيرها من الباطن او حاجه اسمها كورك سبيس. ومش بس كده، يعني ده ممكن كمان حد ممكن يأجر نشاط لنشاط تكميلي تجاري. بمعنى ايه؟ يعني مثلا سوبر ماركت او هايبر ماركت. وانا اعرف هايبر ماركت في مدينه نصر عامل الموضوع ده. هايبر ماركت ممكن تتأجر منه بارتيشن، والبارتيشن ده تعيد تأجيره بعد كده لحد بيكون نشاط تكميلي، زي مثلا ايه؟ زي مثلا اكسسوارات حريمي، زي برفانات، حاجه زي مثلا بارتيشن صغير جوه بنزينه لاكسسوار العربيات تاجره او تشتريه لو مسموح بالبيع وتعيد تاجيره. فحاجه زي كده تبقى انشطه بسيطه ومش مكلفه قوي. النقطه اللي بعد كده ان انت ممكن تفكر فيها، النقطه رقم 7، ان انت ممكن تشارك لو انت معكش فلوس حتى لان انت تاجر من المالك. ممكن تشارك صاحب العقار او الشقه على العقار بتاعه. يعني مثلا انا اعرف ناس بيجي مثلا يدخل لصاحب شقه مثلا الشقه دي هو عايز ياجرها، فيقول له طب ما بدل ما اجرها منك، طب ايه رايك لو نعمل مع بعض مشروع ان انا هاخد الشقه دي مثلا هفرشها ونأجرها بعد كده غرف، وممكن ان احنا نأجرها بعد كده على حاجه زي اير بي ام بي، موقع على النت. لو ما تعرفوش اكتب اير بي ام بي هتلاقي ان هو بيأجر شقق بالغرفه او بالكلام ده كله. ممكن ان واحد تاني يأجر على موقع بوكينج والكلام ده كله. وعلى فكره الكلام ده انت ممكن تعمله حتى كمان في شقق صغيره. يعني ممكن تشتري شقه صغيره او استوديو وتعمل فيه الفكره دي او الموضوع ده. نقطه رقم 8 ان انت تقدر تأجر أرض. وفكرة تأجير الأرض دي برغم إن هي مش منتشرة إلا إن هي موجودة، وتقدر كمان تلاقي الكلام ده موجود في المناطق اللي هي بيكون في مثلا منطقة سكنية، تلاقي في أرض كده فاضية، ساعات بتتعمل جراج، ساعات ما بيعملوش فيها حاجة خالص، بيعمل سور ويسيبها او بتتساب لاي سبب. فانت ممكن تسال على صاحب الارض دي وتاجرها منه، او تعمل حاجه اسمها حق انتفاع. حق انتفاع ده حتى الدوله نفسها ساعات بتطرح اراضي بنظام حق الانتفاع، حاجه زي الايجار بس المده بتكون مده طويله نسبيا. الارض اللي هتاجرها دي ممكن تعملها انت بعد كده تعمل اعاده تاجير، زي ان انت تاجر مثلا تعمل جراج، تعمل ملعب خماسي، تعملها مخزن، تعمل ممكن حتى ان انت لو في منطقه يعني حيويه والكلام ده ممكن تبني محلات صغيره زي بارتيشنز او اكشاك، والمحلات او الاكشاك دي تعيد تاجيرها. وبس طبعا ما تنساش ان انت تاخد التراخيص اللازمه لحاجه زي كده. وقبل ما تقول لي حاجه زي كده ممنوعه، لا ده مسموحه وموجوده في مناطق كتيره. بس مش عايز افضل بس يعني اطول في مده الفيديو، بس الكلام ده موجود بالفعل. وعلى فكره في حته ان انت تبني محلات مثلا او اكشاك صغيره او الكلام ده، الكلام ده كمان موجود. بس تقدر انك تعمله في حته انك تبقى في حاجه اسمها التمبوراري كونستراكشن او مباني مؤقته. بتعمل مباني ما بتبقاش مكلفه، وبعد ما مده الايجار بتاعتك بتفكها تقدر انك بعد كده تستغلها في مكان تاني او في منطقه تانيه. تقدر كمان انك تاخد يعني عقار صغير او مش غالي قوي، زي ان انت مثلا تاخد بيزمنت اللي هو بيكون بدروم وتقدر انك تستغله بشكل او باخر، وتقدر انك كمان تاخد روف وتاجره بشكل او باخر. هل تعرف ان في مدينه نصر وفي مصر الجديده في ناس واخدين روف، يعني دور سطح في بعض العمارات وعاملينه كافيهات؟ الكلام ده موجود في اكتر من منطقه. بس انا بقول لك مدينه نصر ومصر الجديده عشان تبقى عارف ان الموضوع موجود في مناطق كمان يعني حيويه، مش بس مجرد يعني حاجه في الخيال العلمي، انما الكلام ده موجود في ارض الواقع. كمان تقدر انك تدخل في حاجه اسمها شقق بنظام اتحاد الملاك. وده عندي في الشركه الحقيقه احنا بنعمل الكلام ده في الحقيقه، اللي هو ايه اتحاد الملاك؟ اتحاد الملاك ان انت تأجر او عفوا ان انت تشارك مجموعه من الناس وبتشتروا قطعه ارض وتبنوها، وكل واحد بياخد الشقه بتاعته او اكتر من شقه على حسب كل واحد واللي هو محتاجه. والكلام ده عندنا في الشركه احنا بنعمله. لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر ممكن تكلمونا بحيث نشرح لكم تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. موجود في التجمع وموجود في اكتوبر وموجود في كذا منطقه. وطبعا بيبقى الميزه هنا ان انت بتاخد شقه بسعر التكلفه، يعني ده بيكون بنص سعرها الحقيقي اللي في السوق مش بسعرها الكامل. كمان تقدر ان انت تقدم على شقق. النقطه رقم 11 تقدر تقدم على الشقق او الاراضي اللي بتطرحها الدوله اللي هي الحكومه، وزاره الاسكان. يعني هسالك سؤال، هل تعلم ان احنا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي فتره اثناء تسجيل هذا الفيديو الدوله طرحه مجموعه من الاراضي
ومجموعه الاراضي دي تقدر تحجزها بمقدم من اول 25000 جنيه بس. الكلام ده بجد وموجود في القاهره الكبرى، مش بتكلم برضه عن خيال علمي، والكلام ده بيطرح كل فتره، يعني بتخلص مجموعه بتطرح مجموعه جديده وهكذا. فدي برضه ميزه كويسه جدا ممكن تتفكر فيها. النقطه رقم 12 والاخيره، ان انت حتى لو اضطريت ان انت تشتري في منطقه بعيده عن بيتك، او منطقه حتى لو ان شاء الله منطقه زراعيه. يعني انا اعرف حد ان اشترى جزء من ارض زراعيه، لان الارض الزراعيه بيبقى سهل ان هي تتقسم شويه، والارض الزراعيه دي بعد كده تقدر ان انت تعمل عليها مشروع، او تقدر ان انت تعيد استخدامها في وقت تاني. حتى لو في الاول هتبقى برضو شغال في مجال الزراعه مثلا، أو طبعا مش لازم انت تشتغل في مجال الزراعه، ممكن تاجرها لحد بيشتغل في مجال الزراعه، بس بعد شويه الارض سعرها بيزيد جدا، وحتى تقدر تاخد مساحات صغيره. فدي الميزه في حته موضوع الاراضي الزراعيه. انا اعرف حد خد ارض زراعيه، وبعد فتره الارض دي دخلت حاجه اسمها كاردون مباني. كاردون مباني دي يعني هي تصلح للمباني، وقلبها في الاول مخزن، وبعد كده بعد فتره اتعملت مباني. وده كان بقرار من الحكومه في المنطقه اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها، لان كانت قريبه شويه من طريق رئيسي او طريق عمومي. اللي انا اقصده ان انت تقدر تستغل الموضوع باشكال مختلفه. فانا هنا اديتك 12 فكره ممكن انت تدمج بينهم او تنوع بينهم. بس في الاخر قبل ما اختم الفيديو، في شويه نقط مهمه عايز اقول لك عليها. اول حاجه، المثل المصري البلدي الشعبي الجميل اللي بيقول لك على قد لحافك مد رجليك. يعني انت ما تستصغرش المساحه، يعني ما تبحثش عن الكمال دلوقتي. يعني في ناس بيجي يقول لي انا عايز اشتري حاجه كويسه، عايز اشتري حاجه كبيره، بس هو فلوسه ما تجيبش الحاجه الكويسه الحاجه الكبيره دي. فانت النهارده ان شاء الله تاخد مساحه صغيره جدا. وهدي لك هنا مثال صغير. هل تعرف ان في شارع مثلا في مناطق القاهره مثلا شارع زي اسمه شارع عبد العزيز؟ شارع عبد العزيز ده شارع تجاري مشهور بتجاره الموبايلات والتكنولوجيا. شارع عبد العزيز الناس بتأجر فيه بالباترينا. الباترينا دي يعني حته كده صغيره من واجهه محل، بيبقى دي بتتاجر بمبالغ يعني بال 10000 وبال 20000 جنيه كمان. فمساحه صغيره جدا، فما تستقلش المساحه قد ما انت تبص ان انت تبتدي حتى تحط رجلك في الموضوع. النقطه الثانيه، ان انت لو انت فكرت في فكره معينه، ما تستعجلش ان انت تقول لا انا مش لاقي او فلوسي ما تنفعش. لا، دور شويه، اتعب شويه في ان انت تدور، وما تستسلمش بسهوله. النقطه الثالثه، ان انت لازم تستفيد او تسال خبير يفيدك ويساعدك في الموضوع. لان انت ممكن يبقى انت في بالك فكره معينه، بس الفكره دي ما تنفذش بشكل معين، او في طريقه تانية تنفذ بيها تبقى احسن منها. فلازم انت برضو تاخد راي خبير يفيدك في الموضوع ده. ولو احتجت اي استشاره ممكن تشرفنا واحنا نساعدك ان شاء الله في اي راي. النقطه الرابعه، ان انت لما تسال الخبير ده او الاستشاري ده، لازم ان انت تكون بتتعامل معاه بشفافيه وبوضوح، حاجه كده شبه الدكتور. لان بيلاقي ان في ناس بتيجي تبقى يعني لو انت رحت للدكتور وما قلتلوش الحاجه اللي بتوجعك ايه او اللي انت بتفكر فيه ايه، الدكتور هيشخص لك تشخيص غلط. وبالتالي برضو الاستشاري العقاري بتاعك ده لازم انت تساعده بمعلومات صحيحه ودقيقه ووافيه، علشان هو يقدر يساعدك بالحاله اللي تكون مناسبه ليك. النقطه الرابعه برضو، او النقطه الخامسه، ان انت ممكن ان انت تستشير، او ان انت عفوا ان انت تدور في المناطق شويه القديمه والمناطق الشويه الجديده. يعني المناطق الجديده زي مثلا العاصمه الاداريه الجديده، منطقه جديده فبيكون فيها فرص كويسه قوي. في بعض المناطق القديمه بيكون برضو فيها فرص كويسه قوي. فموضوع ان انت تدور في مناطق مختلفه مش منطقه واحده. وحتى المناطق الجديده نسبيا او القديمه نسبيا برضو بيبقى فيهم فرص كتير. المناطق الجديده والقديمه، يعني منطقه قديمه شويه او منطقه جديده شويه. انما المناطق المتوسطه اللي هي بقى لها 10 سنين 20 سنه زي التجمع، بتكون غالبا الفرص فيها غاليه شويه، ما بتكونش متناسبه مع كل الميزانيات. النقطه برضو الاخيره في هذا السياق، ان انت لو امكانياتك الماديه تسمح، انت ممكن بحيث ان انت تقلل المخاطره، ان انت تشتري عقارين صغيرين احسن ما تشتري عقار واحد كبير. ده علشان ان انت تقدر ان انت تقلل المخاطره عليك. وبرضه هنتكلم في فيديو بعد كده ان انت ازاي تقلل المخاطره بتاعه الشراء بتاعتك في مجال العقارات. دي كانت النصائح بتاعتنا النهارده. وفكروا معايا برضو، قولوا لي لو في اي نقطه فيهم مش واضحه بحيث ان انا اوضحها بشكل اكتر. يعني ما تترددوش ان انتوا تتواصلوا معانا لاي نصيحه او اقتراح محتاجينه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.